فيلمنا بيحكي عن ثعلب طموح اسمه سويفتي بيشتغل في البريد وبالصدفة بيكتشف مؤامرة لتسييح الجليد بالقطب الشمالي، ومن خلال أحداث ممتعة كلها إثارة وتشويق تعاون مع أصدقائه بينقذ القطب الشمالي. بيبدأ فيلمنا وبنسمع سويفتي وهو بيعرفنا على بلده في القطب الشمالي، وبيقول لنا عندهم جبل من الجليد وإنه كلهم يعرفوا بعض، وبيعرفنا على نفسه وبيقول لنا إن هو ثعلب قطبي وبنشوفه لابس أبيض، وبيقول إن أبوه وأمه بيقولوا إنه طالما محدش شايفه هو كده في أمان، وإنه طول عمره نفسه يكون متشاف زي كلاب القمة ديوك وداكوتا وداستي، ودول كلاب مشهورين قوي في بلده، وإنهم بيوصلوا الطلبات لبلدهم علشان كانت بلدهم بعيدة ومنعزلة، فتوصيل الطلبات دي كانت حاجة مهمة جدا، وكانوا بيسموهم أقوياء القطب الشمالي. وهو ماشي بيجري وراهم علشان يتفرج عليهم بيخبط جايد وبتقع لعبتها على الأرض وبتتفكك، وبيركبها سويفتي تاني ويديها لها، وراحت جايد تسألهم إذا كان عندهم حاجة لسويفتي، بيقولوا لها لا مفيش حاجة علشانه، وبيزعل سويفتي، ولما بيشوفه زعلان بيديله صورته وبيكتب له عليها اسم سويفتي، وبيفرح جدا بالصورة. وبيمر زمن وبيكبر سويفتي وبيشتغل في خدمة التوصيل بالبريد، وسعيد جدا سويفتي إنه حقق حلمه واشتغل في المكان اللي نفسه فيه. وبنشوف سويفتي بيصحى من نومه بمنتهى النشاط علشان يروح شغله، ولما بيوزن نفسه بيكون 19 وهو عايز يكون 20 علشان يقدر يجر عربية التوصيل زي كلاب القمة، فبيروح عند بيبي اللي بيمرنه علشان يوصل ل20، وبيقول له انت فاكر نفسك كلب ليه مش عاوز تفهم انك ثعلب صغير وعمرك ما هتقدر تجر عربية التوصيل، وبيطلب منه انه يمرنه بس. وبعد ما بيمرنه بيقول له احنا اتأخرنا على الشغل ومش هنلحق نوصل لو رحنا ماشيين، وبيجيب سويفتي جزء من شجرة وبيتزحلقوا على الجليد لحد ما بيوصلوا بعد رحلة كلها مخاطر. وأول ما بيوصلوا بيقول لبيبي ما تخليش ماجدة تشوفك، وبتكون مديرهم في الشغل، وبتقول لسويفتي حصلها على المكتب، ولما بيروح بتقول له إن تقديره في الشغل مقبول وإنه مش هيترقى في شغله، وبتقول له أنا عارفة إنك عاوز تبقى زي كلاب القمة. وهي بتتكلم معاه بيظهر في الدرج عندها صورة لواحد شكله غريب، وبتكمل كلامها وبتقول له لكن أنت مش كلب، أنت مجرد ثعلب، وبيخرج من عندها وهو زعلان. وبيشوف كلاب القمة وهم بيستعدوا للخروج بعربية الطلبات، وبيبص عليهم بفخر وسعادة وبيقول أقسم إني هكون واحد منهم في يوم من الأيام. وبيشتغل سويفتي وهو متضايق وحزين، ولما بيقولوا له إن جايدي جاية بيتلخبط وبيبقى عايز يبان قدامها بشكل كويس في شغله، وبتساعده ليمي، وأول ما بتوصل بيعمل نفسه مهم ومشغول في التليفون وكأن حد بيكلمه عشان عاوزينه في برنامج، وبيندمج في الحوار. ولما بتشوفه جايدي بالشكل ده بتتضايق وبتلاقي سلك التليفون مفصول، فبتمسكه في ايدها وتقول لسويفتي باين عليك مشغول قوي، وبتكون رايحة علشان تدي بيبي ماكينة القهوة بتاعته اللي صلحتها له، وبيشكرها بيبي وبتسأل إذا كانت دورة التوصيل خرجت علشان معاها حاجة عاوزة توصلها، وبيقول لها بيبي إنهم خرجوا فعلا وهي جت متأخرة. ولما بيسمعها سويفتي بيقول لها إنه هيوصلها بنفسه، فبتسأله هو أنت بقيت من كلاب القمة؟ فبيقول لها أنا هنا في فترة تدريب والسنة الجاية هشتغل مكان ديوك، وبيشاور لبيبي علشان يأكد على كلامه. وفجأة بيحصل انفجار صغير في المكان وبتكون ماكينة الفرز باظت، فبتروح جايدة علشان تصلحها، وبتقول لسويفتي خلي بالك من الصندوق بتاعي. ولما بتمشي بيسأل ليمي عن الزلاجات القديمة علشان ياخد واحدة منهم ويروح يوصل صندوق جايد، وفعلا بيروح هو وليمي وبيبي وبياخد واحدة من الزلاجات القديمة، لكن بيبي بيحذره إن ماجدة لو عرفت هتقلب الدنيا. ولما بيقول له كده سويفتي بيطمنه وبيقول له إنه هيرجع قبل ما تكتشف أي حاجة، وبينطلق سويفت في طريقه وبيكون سعيد إنه بيقوم بأول عملية توصيل. والجو بيكون وحش جدا وهو بيجر العربية بصعوبة، لكن بيوصل المكان في النهاية وبيطلب من المستلم إنه يوقع على ورقة الاستلام، وبيكون المكان شكله غريب والباب مستخبي تحت الجليد، وبيخرج طائر البفن براسه وبيقول له إنه هو اللي هيوقع بالاستلام، لكن فجأة بيكتشف إن الطائر ده لعبة، والباب بيتفتح وبيخرج واحد شبه الصورة اللي كانت في درج ماجدة، وبيقول له إنه هيوقع بالاستلام، وبيخرج اتنين من طيور البفن وبياخدوا منه الصندوق، وبيبص عليهم سويفتي وبيسأله هما بيعملوا إيه، وبيرد عليه وبيقول له أنت شكلك فضولي قوي والفضول مش حلو اتفضل امشي. وبيقول له سويفتي إنه من كلاب القمة وبيقوم بمهمته، فبيرد عليه وبيقول له أنت مجرد ثعلب. ولما بيمشي من قدامه بيقول إن كلاب القمة بيبقوا مزعجين جدا ولازم يتصرف معاهم. وبيرجع سويفتي للشركة مرة تانية وبتكون جايد بتصلح ماكينة الفرز،
بينادي عليها وبيقول لها إنه وصل الصندوق بتاعها بسرعة وسهولة، وبتشكره جايد وبعدين بيسألها عن شكل العالم بره القطب الشمالي بما إنها سافرت تدرس الهندسة في بلاد كتير، لكن هي بتقوله إن العالم بره كبير وواسع لكنه حر جدا، وإن طول الوقت كانت مشتاقة لجو القطب الشمالي. وبيسألها سويفتي علشان كده انت رجعتي؟ قالت له لا مش بس علشان كده لكن علشان ده وطني. وبيسألها لسه فاضل لها كتير في تصليح الماكينة، فبتقول له إنها قربت تخلص. وقتها بيقول لسويفتي إنه لازم يروح يكمل شغل، وهي بتشكره إنه وصل الصندوق بتاعها، وبيكون عاوز يطلب منها إنها تخرج معاه لكن هي بتكمل شغله ومش بتسمعه، فبيمشي ويروح على شغله. وهو خارج بيشوف اللعبة اللي كانت بتلعب بيها وهي صغيرة، وبيرجع وبيحكي البيبي على اللي حصل وهو بيوصل الصندوق. وفجأة بيلاقي ماجدة في وشه، وبتكون عرفت إنه راح يوصل صندوق، وبيكون ليمي هو اللي قال لها وبيقول له إنه ما كانش يعرف إنه سر. وبيكمل كمان وبيقول لها إن سويفتي بيقول إنه هيبقى من كلاب القمة وإنه هيستلم الشغل مكان ديوك، وبيحاول سويفتي يسكته لكن مش بيسكت. ولما بتسمع ماجدة الكلام ده بتزعق وبتقول له انت بتكسر القواعد وكمان بتكذب، اعرف انك عمرك ما هتترقى طول ما انا هنا. وبتقول له انت موقوف عن العمل. وبيزعل سويفتي وبيمشي وهو حزين. وبنشوف كلاب القمة وهم بيتكلموا مع بعض وبيقولوا هم قد ايه تعبانين ومحتاجين لراحة، وكمان بيتكلموا عن اللي عمله سويفتي لما سرق زلاجة قديمة وراح وصل الصندوق. واحد فيهم بيقول إنهم المفروض يسيبوه يحقق حلمه طالما مش بيأذي حد. وهم ماشيين بيشوفوا طائر البفن وبيسألوه إذا كان تايه ومش عارف الطريق. وفجأة بيظهر طائر كمان بيضربوا إشعاع أحمر في وش كلاب القمة بتخليهم يقعوا على الأرض. وتاني يوم الصبح بنشوف سويفت بيصحى من النوم وبيسمع الإذاعة اللي بتقول إن درجات الحرارة بترتفع. وبعدها بيخرج سويفتي وبيلاقي صندوق قدام الباب ومش مكتوب عليه أي حاجة. وأول ما بيفتح الصندوق بيلاقي حد بيزقه جواه ويقفل عليه، وبيلاقي نفسه في مكان غريب وبيسأل أنا فين. وبيلاقي اتنين محققين، واحد فيهم بيقول له أنت هنا عشان تجاوب على الأسئلة مش تسأل. وبيكون معاه ريشة من طائر البفن وبيقول له إنه طائر البفن بيشتغل عند المتآمرين، وبيقولوا له إن في حاجة سيئة بتحصل للقطب الشمالي وإنه من ساعة ما ظهرت طيور البفن ودرجة الحرارة بترتفع. وبيرد عليهم سويفتي وبيقول لهم أنا رحت لمكانهم علشان أوصل صندوق هناك. ولما بيقول لهم كده بيتكلموا مع بعض وبيقولوا ده طلع يعرف مكانهم. تفتكر هو بيقول الحقيقة ولا بيكذب؟ أو ممكن يكون واحد من المتآمرين؟ وبترد عليه المحققة وبتقول له لو واحد منهم تفتكر هيقول لنا ليه على مكانهم؟ وبيقرروا إنهم هيطلبوا مساعدته ويخلوه واحد منهم. وهنا بتعرفه بنفسها وبتقول له أنا بيرثا وده جوزي ليو. وبيكمل ليو الكلام وبيقول له إن مهمتهم كشف المؤامرات، ويعتبر هو مكلف معاهم بمهمته الأولى في كشف المؤامرة. وبيقولوا لازم تجيب لنا الحقيقة. وبيمشي سويفتي وبيروح عند شركة البريد وبيكون الكل متجمع هناك وبيعيطوا وهو مش فاهم ايه اللي بيحصل. وكمان بيلاقي اللي جايين يشتكوا ان الطرود بتاعتهم ما وصلتهمش النهارده. ولما بيشوفوا بيبي بيسألوا انت بتعمل ايه هنا يا سويفتي؟ فبيقول له ان كلاب القمة استقالوا. وبيطلع ليمي ورقة مكتوب عليها الاستقالة وبيوريها له. وفي الغدا بتوصل ماجدة وبتاخد الاستقالة وبتقول مفيش كلاب القمة ومفيش توصيل وكمان مفيش شركة. وبتكون زعلانة جدا ومتأثرة وبتقول أنا هعمل إيه أنا دلوقتي. وبيطلع سويفت عند ماجدة وبيقول لها أنا منتظر اللحظة دي من زمان، وبيقول لها إنه هو اللي هيوصل الطرود بنفسه سواء رضيت أو لا، وإنها ما عندهاش اختيار تاني. وبتوافق ماجدة لكن بتحذره إنه يبوظ أي طرد أو يتأخر عن التوصيل هتخلص منه للأبد. وبينزل سويفت علشان يبدأ مهمته لكن مش بيقدر يجر العربية. وأول لما بيشوف جايد جاية بيعمل نفسه بيتمرن وبتكون جايبة صندوق وعاوزاه يوصله، وبتقول له خلي بالك منه لأنه مهم. وبيقول لها اطمني وبيحاول يشد العربية ومش بيقدر. وبيلاحظ بيبي فبيزق العربية وبتجري معاه. وبنشوف سويفتي وهو بيوصل الطرود وبيكون مش قادر لكن بيقدر ينجز المهمة. وبنروح لطيور البفن واللي بيكونوا خطفوا كلاب القمة وحاجزينهم. ولما بيعرف عجل البحر بيزعلهم وبيقول لهم انتوا ازاي تعملوا كده من غير إذن مني وهم محبوسين دلوقتي، مين هيجيب طرود جايد يا أغبياء؟ وبيخرج يلاقي سويفتي قدامه وجايب طرد جايد وبيكون مبسوط قوي لأن الطرد وصل. وبتخرج طيور البفن ياخدوا الصندوق وبيسألوا سويفت انت عندك طيور بفن كتير قوي؟ رد عليه وقال له طبعا علشان ينفذوا خطط الشريرة. ولما بينتبه للكلام بيقول له لا لا اقصد خطط مضحكة، اصل ناوي اعمل حمام سباحة لطيور البفن. وبيزق سويفت ويقفل الباب لكن بيكون ناس القلم معاه. بيخبط عليه مرة تانية وبيطلب القلم لكن بيقول له مفيش اقلام. وبيقرر سويفت انه يخدعه علشان يفتح الباب، فبيقول له اسف نسيت ان في طرد تاني ليك. بيطلب من طيور البفن انها تخرج تجيب الصندوق لكن لما
بيخرجوا بيتسحب سويفتي ويدخل من الفتحة اللي خرجوا منها، ولما بيدخل بيشوف طيور بفن كتير بيشتغلوا زي خلية النحل وبيعملوا حاجات شكلها مريب، ولما بيشوف سويفتي اللي بيحصل بيكلم نفسه وبيقول ليه يا جايد ورطت نفسك كده، وبيشوف القلم بتاعه ولما بيقرب ياخده بيسمع صوت مزعج بينادي على كل الطيور علشان يتجمعوا، وبيتجمعوا كلهم وبيقف يشرح لهم خطته في القضاء على القطب الشمالي. وبيروح سويفتي مرة تانية وبياخد القلم لكن بيخبط مجموعة من الألواح الخشب اللي بتقع كلها على بعض، ووقتها بيخاف سويفتي ويخرج يجري من الفتحة اللي دخل منها، وبيرجع للشركة وبيكون بيبي في انتظاره، وبيبقى سويفتي عاوز يحكي له على اللي شافه لكن بيبي بيقول له أنا عاوز أوريك حاجة، وبيكونوا عاملين احتفال علشان سويفتي نجح في أول توصيلة وبيحتفلوا بيه وبيكونوا مبسوطين، وماجدة بتقول له أنت رقم واحد عندي في الشركة والقلم بتاعي أنت تستحقه خليه معاك، وكمان بتعلق صورته جنب صورة كلاب القمة، وبيحس سويفت بالانتصار وبيكون في غاية السعادة، لكن بيلاحظ إن جايد سابت الاحتفال وماشية فبيروح وراها وبيقول لها في حاجة لازم أقولك عليها، لكن بتقاطعه بتقول له أنت مش بتتصرف بطبيعتك معايا وكل كلامك معايا مصطنع، فبيقول لها أنا حلمي اتحقق وبقيت من كلاب القمة لازم أكون مفتخر وأفرح، أنت إيه مشكلتك؟ فبتقول له مفيش حاجة افرح بتحقيق حلمك، وبتسيبه وبتمشي وهو بيكمل الاحتفال، وبنشوف جايد لما بترجع البيت بتكون زعلانة ومتضايقة وبتمسك لعبتها القديمة ترميها، فبتقع اللعبة في صندوق من صناديق الطرود اللي عندها وبتسمع صوت وبتروح عشان تشوف ده صوت ايه، بتلاقي طائر البفن وبتسأله انت ازاي دخلت هنا، فبيضرب عليها نفس الشعاع الأحمر اللي ضرب بيه كلاب القمة، وبنروح لسويفت اللي بيكون صاحي من النوم وبيسمع الإذاعة كالمعتاد، والإذاعة بتقول إن درجة الحرارة ارتفعت ل 41، وبتوجه الشكر للكلب القمة الجديد سويفتي، وفي نفس الوقت بيشوف الصور بتاعته اللي صوروها في الحفلة، وبيسمع صوت الباب بيخبط وبيخرج يلاقي بيبي مستنيه علشان يتمرنوا، لكن سويفتي بيكون تعبان ومش قادر، وهم في الطريق الأطفال بتتجمع حواليه وبيقولوا له احنا بنحبك، بس سويفتي بيكون متضايق وبيقول لبيبي إنه مستحقش لقب بطل وإن اللقب ده جه على حساب كلاب القمة اللي اختفوا، لكن بيبي بيقول له دول استقالوا مش اختفوا، وبيقول له إن في حاجة غريبة بتحصل وعجل البحر اللي عنده أرجل روبوت بيخطط لمؤامرة كبيرة، وكمان هو موجود في مكان مؤمن ومليان بطيور البفن اللي بيصمموا آلة ضخمة وأعتقد إن ليها علاقة بارتفاع درجات الحرارة، وعلشان كده أنا بقول لك أنا متأكد بنسبة 90% إن كلاب القمة مخطوفين عندهم، وبيقول لي بيبي أرجوك صدقني أنا بقول الحقيقة، لكن بيبي بيقول له أنت دايما كل همك إنك تجذب الانتباه إليك وممكن تألف أي قصة علشان تحقق غرضك، وبيقول له أنا مش جايد علشان تكذب عليا، وبيفتكر سويفتي إنهم بيستغلوا جايد علشان يصنعوا الآلة الضخمة بتاعتهم، وبيقول لي بيبي لكن مش بيصدقه، وبيقول له إحنا لازم نروح للدكتور علشان يكشف عليك، وبيسيبوا بيبي وبيروح على الشغل وبيحصله، ولما بيوصلوا بيشوفوا ماجدة بتعلق لوحة مكتوب عليها إن الشركة مغلقة بسبب الفيضان، وبتقول ماجدة إن المية في كل مكان وبوظت ماكينات كتير وإنها بتتصل بجايد علشان تيجي تصلحها لكن مش بترد على تليفونها، وبيروح سويفت علشان يشوف جايد وبيلاقي الدنيا متكركبة واللعبة بتاعتها مكسورة، وكمان بيلاحظ إن في جواب على المكتب لجايد مكتوب فيه إن الآلة على وشك الاكتمال وإنه هيعرفها إيه هو المشروع أول ما يخلص وإن اسمها هيتكتب في التاريخ مع أعظم المهندسين، وبيبص تحت المكتب بيلاقي ريش طيور البفن وبيفهم جايد راحت فين لكن بيقول محدش هيصدقني، وبيفتكر وقتها ليه ومراته اللي خطفوه وكلموه عن المؤامرة وبيروح لهم وبيحكي لهم على كل المعلومات اللي عرفها، وبيطلعوا الخريطة بتاعتهم وأول ما بيشوفها سويفتي بيقول لهم إنه شاف نفس الخريطة عند عجل البحر وإنه كان عامل علامات على بلدهم في الخريطة، وبيقول لهم كمان إنهم بيحفروا في الأماكن دي بس مش عارف ليه، وبيرد عليه ليه وبيقول له دي أماكن غاز باد وإنه ده غاز سيء جدا وغير معترف بيه وريحته نتنة، ولو الغاز ده انتشر بيساعد على الاحتباس الحراري وده هيؤدي لذوبان الجليد في دقايق، وبيبدأ يفهم سويفت اللي بيحصل وبيقول لهم معنى كده إن في تجويف غاز موجود تحت أرض بلدنا والآلة الضخمة دي عبارة عن جهاز هيعملوا بيه فتحة في الأرض علشان يحرروا الغاز ده، وبيتفقوا إنهم لازم يتحركوا فورا علشان يوقفوا العملية دي ويروحوا علشان يشوفوا إيه اللي بيحصل، وهناك بنشوف عجل البحر وهو بيشوف الآلة وهم بيجربوها وبيشم سويفت ريحة نتنة فعلا وبتكون ريحة الغاز، وبيحسوا طيور البفن بوجودهم وبيشوفوهم وبيجروا وراهم وبيهجموا عليهم، لكن سويفت بيقدر يهرب منهم، ونروح نشوف عجل البحر وهو متحفظ على جايد وداخل عليها وبيقول لها أنا آسف على المكان اللي انت قاعدة فيه لأنه مش لايق بيكي، ولما بتشوفه جايد بتسأله انت مين وبيقول لها أنا العالم اللي كنت ببعت لك الجوابات، أنا أعظم مهندسين العالم، وبتتفاجئ جايد وهو بيكمل كلامه وبيقول لها
أنا قررت إنك تكملي شغل هنا في المقر بتاعي. فبتقول له أنت خطفتني، وبيرد عليها وبيقول لها ما اسموش خطف، إحنا بس غيرنا مكان الشغل، وزي ما وعدتك هوريك المشروع أول ما يخلص، ودلوقتي فاضل آخر قطعة يلا خلصيها هنا. وبيشرح لها هو عاوز إيه بالظبط، وبيطلب منها تنجزه بسرعة وبيخرج وبيسيبها. ونرجع نشوف سويفت اللي رجع تاني للمدينة ووقف ينادي على الجميع، وهو بيضرب جرس وبيقول لهم في حاجة لازم تعرفوا، اصحوا وتعالوا، وبيعرفهم على أصدقائه في المقاومة وبيحكي لهم على كل حاجة. ولما بتسمع ماجدة الحكاية وبتشوف صورة عجل البحر بتقول لهم إنها تعرفه كويس، وإنه من زمان كان عجل البحر ده موظف عادي لكن كان مهووس بالشهرة، وإنه كان دايما عنده أفكار مجنونة، ولما زهقوا منه طردوه. ومن ساعتها هو حاقد على الكل، وإن هي استقبلته عندها في الشركة وادت له فرصة جديدة، وفضل برضه يقدم اختراعات وأفكار كتير. في البداية كانت أفكاره كويسة ورقته في الشغل، وبعد كده بقت أفكاره خطيرة وكارثية، ولما رفضت أفكاره اتجنن وبعدها طردته من الشركة. وبعدها بتسأل سويفتي عن مخبأه وبيقول لها إنه يعرف مكانه كويس، فبتطلب منه إنه يوصله من المكان ده علشان يخلصوا منه، وبيطلب منهم إنهم يتحدوا علشان يقدروا عليه. وبعد كده بيشرح لهم سويفت خطته في دخول المكان علشان ينقذوا جايد وكلاب القمة ويخلصوا من عجل البحر. وبيروحوا للمكان وأول ما بيوصلوا بتقاومهم طيور البفن وبتضرب عليهم حاجات وبتتسبب في قلب العربية، وبتحوطهم طيور البفن وبيحبسوهم. وبيشوفوا كلاب القمة محبوسين هم كمان جنبهم، وبيقول لهم سويفت إنهم لازم يتعاونوا علشان يقدروا يهربوا. ولما كلاب القمة بيسمعوا كلامه بيقولوا له إن الهرب مستحيل وإنهم تعبانين ومش قادرين يعملوا حاجة. وبيبدأ سويفت يشجعهم ويحمسهم ويقول لهم انتوا أبطال والبلد محتاجة لكم، وبيفكرهم بكلامهم اللي كانوا بيقولوه من زمان إنهم لما يتحطوا في الاختبار لازم يقدموا أحسن ما عندهم. وبيرد عليه واحد منهم بيأس وبيقول له إحنا كبرنا خلاص وإحنا مش أبطال ولا حاجة، إحنا بنوصل طرود وانتهى دورنا خلاص. وبنرجع نشوف عجل البحر وهو رايح لجايد مرة تانية وبتقوله إنها خلصت المطلوب منها، ووقتها بيقول لها دلوقتي هعرفك الآلة اللي عملتها إيه. ولما بتشوفها بتعرف إنه حفار ضخم، وبيقول لها هيحفر بيه تحت الأرض وأوصل لتجويف الغاز وهدوب الجليد. وبتستغرب جايد وبتسأله هو ليه بيعمل كده، وبيقول لها إنه كان موهوب من زمان وهو صغير لكن محدش اعترف بموهبته دي، ودلوقتي آن الأوان إنه ينتقم منهم كلهم ويدمر القطب الشمالي والعالم كله. فبتقول له جايد طالما أنت عبقري كده ليه كنت محتاجني أساعدك؟ وبيغضب قوي لما بتقوله الكلام ده لكن بيهدي نفسه وبيقول لها كنت بديكي فرصة لكن للأسف طلعتي زيهم، وبيحبسها هي كمان. وبتشوف سويفتي واللي معاها وبتعرف إنهم جايين ينقذوها لكن بيكونوا زعلانين منها علشان كانت بتساعد عجل البحر في صنع الحفار، وكلهم بيبعدوا عنها ومش عاوزين يسمعوها. وبتسأله أنت مصدق إني خاينة؟ فبيقول لها ما أنت ساعدتيه فعلا ومن غيرك ما كانش هيعرف يعمل حاجة. لكن بتقول له إنها ما كانتش تعرف هو مين ولا بيعمل إيه. وبيقول لها سويفتي إنه شاف الرسالة اللي كان باعتها لها وإنه لعب بيها وضحك عليها، وكمان بيقول لها أنت اديتي له الفرصة وساعدتيه وإنهم خلاص انتهوا ومش هيقدروا يعملوا أي حاجة. فبتقول له أنت عمرك ما استسلمت وتقدر تعمل أي حاجة أنت عاوزها، وإن أنت طول عمرك متفائل وعندك أمل وكل ده كفاية علشان تقدر تنقذنا. وبتعترف له إنها رجعت البلد علشانه وإنها بتحبه، وبيفرح سويفتي وبيمد إيده يمسك إيدها، وكلهم بيكونوا واقفين سامعين اللي بيحصل وبيتأثروا بالموقف الرومانسي الرائع اللي هم فيه. وفجأة الأقفاص المحبوسين فيها بتبعد عن بعضها وبيدخل عليهم عجل البحر وبيقول مين اللي هناك دي؟ ماجدة، بس شكلك كبرتي وعجزتي. ولما بتسمع كده وبتقول له ماجدة كانت لازم ترميك في السجن من زمان. ووقتها بيفتح تحت القفاص حوض كبير فيه مية مغلية وبيقول لهم اسيبكم تستمتعوا بالماء المغلي. وساعتها بيحاول سويفت يفتح الباب وبيكسر سلك حديد من القفص وبيدخله مكان المفتاح وبيفتح الباب فعلا، وبنفس الطريقة بيفتحوا باقي الأقفاص وبينطوا على القفص اللي بعيد عن المية المغلية. لكن بيبي علشان تقيل مش بيعرف ينط، بس هما بيفضلوا يشجعوه بيحاول وبينجح. وبتقول لهم جايد إنهم لازم يوصلوا لزر التحكم، وبيطلبوا من ليم يقوم بالمهمة دي لأنه الوحيد من بينهم اللي بيطير ويقدر يوصل للزر. وبيساعد بيبي وفعلا بيطير وبيروح يلعب في الزراير لأنه مش عارف يستخدمه، وبيحركهم في القفص حركة عشوائية وهم بيصرخوا. وفي نفس الوقت بيكون عجل البحر سامعهم وفاكرهم بيصرخوا من الألم لأنهم وقعوا في المية. وبعد شوية بيقع القفص بعيد عن المية، ولما بتخرج جايد وبتقول لهم لازم نوصل لزر التفجير الذاتي وإنهم لازم يضغطوا على الزر ده.
وبيطلب منها سويفتي إنها تساعده يوصل للحفار وإنه هيتصرف، ونروح نشوف عجل البحر وهو واقف مستعد للحظة المنتظرها، وبدأ يشتغل الحفار، لكن بيشوف سويفتي واللي معاه جايين وبيسلط عليهم طيور البفن وبيستخبوا منهم، لكن سويفتي بتجيله فكرة بيقلع هدومه وقتها مش بيكون باين ومحدش يقدر يشوفه، لكن جايد بتقوله أنا خايفة عليك ومش ممكن أسيبك تعمل كده، لكن ماجدة بتقوله أنا هساعدك، وبيتأكد سويفتي من الزر اللي لازم يدوس عليه اللي جايد بتوصف له مكانه بالظبط، وأول ما بيمشي بتنادي عليه وبتبوسه، وفي الوقت ده بتهجم عليهم ماجدة علشان تشتتهم بعيد عن سويفتي، ولما بيكون سويفتي في طريقه للحفار بيلاقي كلاب القمة جايين وكلهم حماس علشان يساعدوهم، وبيكمل سويفتي طريقه وبيوصل للحفار، لكن عجل البحر بيفضل يضربه ويمنعه يوصل للحفار، وبعد معركة متعبة بيقدر يوصل للزر ويدوس عليه، وبيكون فاضل ثانية واحدة على اختراق الحفار للأرض والوصول للغاز، وفي الوقت ده بتنادي جايدة على سويفتي وبتقوله يسيب المكان فورا لأن الحفار هيتدمر، ولما بيجي يمشي بيعيط عجل البحر وبيقوله من فضلك ساعدني وما تسيبنيش أموت، وفعلا بيرجع سويفتي علشان يساعده وقتها بيضربه وبيقول له انت غبي وههرب واسيبك تموت هنا، وبعدها بينفجر الحفار وبنشوف عجل البحر واقف مع طيور البفن وبيقول لهم احنا فشلنا المرة دي لكن هنحاول مرة تانية وهننجح، لكن طيور البفن بيسيبوه وبيمشوا ومش بيسمعوا كلامه، ولما بيكون لوحده بيهجم عليه اهل البلد علشان ينتقموا منه، وفي نفس الوقت بتكون جايد بتدور على سويفت وبتلاقيه وبيقول لها انا اتعميت مش شايف حاجة، وبيكون في تلج على عينه لكن هو مش حاسس بيه، وبتشيل جايد التلج من على عينه وبيفرح انه لسه بيشوف وبتساعده يقوم يقعد وبيشوف كلاب القمة جايين وبيسقفوا له، ويجي طفل يقول له انت افضل كلب قمة، فبيقول له سويفتي انا مش كلب القمة انا مجرد ثعلب، وبيخلص فيلمنا وبتكون الحياة رجعت زي ما كانت، وماجدة بتكون سمحت لسويفت انه يعمل بعض التعديلات في الشركة، وبيبي بيكون مسؤول الصحة والرفاهية ورفع الروح المعنوية للموظفين، وليمي بقى يقدر يطير بحرية وطلاقة، وبرثا وليو بقوا مسؤولين الأمن، والكل بقى متعاون بيقدم أحسن ما عنده علشان يكونوا دايما في القمة، وأخيرا كلاب القمة قدروا يرتاحوا زي ما كانوا عاوزين، وعجل البحر رحل عنهم للأبد، وفي النهاية سويفتي بيصلح اللعبة بتاعت جايد وبيديها لها وبيقول إن الأحلام بتتحقق وإن كل واحد يقدر يكون بطل مهما كان صغير.